ازيكم فنانين في قناة كتالوج الفن، الكتالوج الخاص بيك كفنان. احنا دلوقتي في خامس محاضرة من محاضرات الكورس الشامل. في الأربع محاضرات اللي فاتوا اتعلمنا ايه؟ في المحاضرة الأولى اتعلمنا الأساسيات بتاعة الرسم والتمارين اللي المفروض نعملها أو نستمر عليها كتير، والأدوات اللي هنجيبها. تاني محاضرة كانت التظليل وأنواعه والطرق اللي بنظلل بيها والضوء والظل، وفي الآخر عملنا تكوين بسيط كده بشكل هندسي أو بشكلين. كانوا تطبيق بس على المحاضرة، فطالما أنا دخلت في جزء الأشكال الهندسية كان لازم إن أنا أعمل المحاضرة التالتة، وهي الأشكال الهندسية ال 3D والطريقة اللي بنرسمها بيها. يعني كانت المحاضرة التالتة أساس الرسم ال 3D أو الأشكال الهندسية ال 3D، والنظرية بتاعتها أو الطريقة العلمية بتاعتها اللي هو احنا ازاي بنعمل ده، أو الشكل أصلا جه ازاي، أو يعني أصل الموضوع. المحاضرة الرابعة كانت يعني رسمة أو ده تطبيق حرفيا على كل اللي فات، وهي كانت رسمة طبيعة صامتة. فدي انت فعلا لو وصلت لمرحلة انك بتعرف تطلعها بشكل مظبوط، فانت اوريدي المحاضرات اللي فاتت كلها تمام. لأنك وأنت بترسم برضه بتحتاج ساعات الأشكال الهندسية في إنك تبسط الحاجة. دايما يعني اتعلم وأنت بترسم، لو في حاجة أنت مش عارف ترسمها فبتبسطها لأشكال هندسية أو لخطوط. بتبسطها لخطوط دي لو بترسم حاجة 2D، لو بترسم مجسم أو كده ومش عارف ترسمه فبتبسط الشكل لشكل 3D، لشكل هندسي، وبتبدأ إنك ترسمه وهيطلع الموضوع بجد يعني سهل جدا. فعشان كده قررت أعمل مسابقة وأنا أول واحد مشترك فيها، وعملت الرسمة بتاعتي. يعني مش جايب الطول، أحاول أجيبها بالعرض كده. شايفين هنا دي كده؟ احنا دلوقتي المسابقة عبارة عن إنك هتعمل، مش هقولك هتعملها هي نفسها، بس هتشوف حاجة ترسمها كطبيعة صامتة وتصورها وتنزلها على جروب التليجرام، سايب اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. فالمسابقة دي مش معمولة منافسة وكده، لأ، هي كده كده هي تعتبر منافسة وليها جايزة ومراكز، بس هي مش معمولة منافسة كأنكوا بتنافسوا بعض. لأ، هو انت بتعملها أولا ماشي كمسابقة، ثانيا عشان أصلا تشوف انت مستواك فعلا اتطور ولا لأ، أو دي اللي هتبين مستواك يعني. فحاول بجد انك تعمل، تشوف حاجة، يا إما هتشوفها مثلا كصورة وتعملها، أو إنك هتحط فعلا حاجة قدامك وتبدأ إنك ترسمها. زي طلبة فنون جميلة كده لما بيحطوا الترابيزة وعليها زي ستارة أو قماشة أو حاجة ويحطوا فازة ويحطوا فاهمين؟ فيا تعمل كده يا تعمل كده. أنا على فكرة الرسمة دي يعني أنا مش عاملها بمستوى جامد جدا أو حاجة، هي بس يعني عشان أنا كمان هكون معاكم في المسابقة دي، فحبيت إن أنا أعمل حاجة بسيطة ولذيذة. وده دليل إن هي مش منافسة. يعني لو منافسة فأنا كنت عملت بقى حاجة أحسن من كده بكتير. لأ، إحنا بنعمله بس حاجة نشوف إحنا فعلا فهمنا وعرفنا نطبق على اللي فات ولا لأ. فمش هطول عليكم، هندخل على طول في المحاضرة الخامسة، وهي جزء جديد خالص غير اللي خدناه قبل كده. هنبدأ بقى في الحاجات اللي هو يعني يعتبر دخلنا في الشو اللي فات، هو كان أساس الرسم كله، يعني اللي فات هو أساس اللي جاي كله. تمام. فهنبدأ في رسم الجسم. أولا احنا هناخد طريقتين، بس في منهم طريقة سهلة وفي منهم طريقة يعني صعب انك ترسم بيها، او يعني هوريلكوا الطريقتين وتشوفوا. هنا هنرسم الطريقة الصعبة. تمام. عشان هي هتاخد جزء صغنن بس هوريها لكم كمثال، لكن الطريقة التانية هنكمل بيها في المحاضرة دي وفي باقي المحاضرات اللي جاية اللي ليها علاقة برسم الجسم. طيب أنا لسه من شوية قايل إنك أي حاجة مجسمة بترسمها ومش عارف ترسمها فبتبدأ إنك تبسطها أو بتعملها بأشكال هندسية، فهي دي الطريقة. فطبعا كون إنك ترسم مثلا، يعني عايز ترسم يعني إنسان أو عايز ترسم جسم، فهتبدأ ترسم الأول جسمه كله كمكعبات، وهتبدأ ترسم بقى في المكعبات دي. يعني مثلا أنا هرسم هنا الوش، فالوش هيكون في الجزء اللي هو الأمامي ده. تمام. هنا مثلا هيكون الشعر والحاجات دي. وهنبدأ برضو نكمل باقي الجسم كله كده حرفيا، يعني هنعمل كده. تمام، ده هيبقى جسمه. تمام. ورجليه برضو هنبدأ إن احنا
هي الطريقة ممتعة مش وحشة، يعني أنا ما باقولش إن هي صعبة اللي هو ما تعملوهاش لأ، بس باقول كبداية مثلًا الأحسن إن إحنا هنتعلم الطريقة التانية، لكن فعلًا هي دي ممتعة جدًا يعني. حتى دراعه برضه، يعني كل حاجة هنعملها كمجسم. أنتم شايفين يعني كل جزء في الجسم كله بنبسطه لأشكال. تمام. ادي ده كده باختصار. رجليه برضه نفس الشيء. الطريقة دي لذيذة جدا جدا جدا، بس ده يعني ليفل أصعب شوية مثلا كبدايتك يعني في الموضوع. بس لو جربت تعملها فالموضوع هيبقى لذيذ، انك مثلا هتيجي بقى ترسم، فانت بتبدأ تحول بقى الأجزاء دي لإيد. ده يعني مثلا هتعمل كده خلاص، هتمسح اللي انت عملته ده، يعني هتعمل كل ده بخطوط خفيفة، وتبدأ إنك يعني ترسم بقى على هذا الأساس، يعني اللي هو مثلا اللي في الوش هترسمه في الوش، واللي في الجنب هترسمه في الجنب. فالطريقة دي بتبين لك وهتسهل كمان عليك في التظليل، يعني لما تيجي تظلل مثلا نفترض إن الضوء جاي عليه من هنا مثلا، فهتعرف إنك تعرف يعني تظلل فين النور وفين الظل والحاجات دي، لأنك قدامك مجسم فعلا، فالموضوع هيكون يعني أسهل وأبسط. وبرضه مش معنى إن هي صعبة إن أنا مش هشرحها يعني هشرحها في المحاضرات الجاية طبعا، بس لو أنا بتكلم في الأساس دلوقتي بتاع المحاضرة دي، فدي أول طريقة. تمام. اللي هو وصلنا لحد إن إحنا بنحول اللي إحنا عملناه ده. تمام. ادي مثلا اللي هو خلاص انت الايدين عملتها، نفس الشيء برضه في الرجلين. آه، تمام. فشايفين يعني طبعا هو هتلاقوا الرسمة ملخبطة عشان ما عملتش المكعبات خفيفة عشان تشوفوها، ف... وما مسحتهاش دلوقتي، فهو الرسمة مكعبلة، بس هي دي الطريقة عامة إنك بترسم الجسم كله على شكل مكعبات أو مجسمات كده. تمام. مش مكعبات، لأن في حاجات أنت بتعملها زي مستطيلة شوية زي الدراع والرجل، فهنسميها مجسمات. يعني بتقسم الجسم لمجسمات دي، وبتبدأ إنك ترسم عليها بحيث تعرف الوش فين والجنب فين، وتبدأ إنك تكمل على الأساس ده. طيب تاني طريقة، ودي اللي هنشتغل بيها في المحاضرة دي، وهي طريقة يعني أغلبكم ممكن يكونوا شافوها أو أكيد سمعوا بيها، وهي الستيك مان. فالطريقة دي طبعا أبسط شوية من حيث التقسيم، بس بتكون أصعب من حيث إنك تحولها لشكل فعلي. يعني دي أسهل من إن يعني لو أنت دلوقتي قدامك طريقتين، المجسمات دي والستيك مان اللي هو بيكون عامل كده عادي. كده هو مثلا، فأنت دلوقتي لو قدامك شكل زي ده، هتيجي ترسم بقى الجسم مثلا عليه الدراع والرجلين والراس والرقبة، هتلاقي الموضوع بيبقى صعب شوية في إنك تحول الشكل ده لجسم فعلي. لكن دي بتكون أسهل في إنك تحولها لجسم فعلي، بس بتكون أصعب في إنك تعملها كأساس. فاهمين حاجة؟ يعني شوف أنا عملت دي في قد إيه، يعني أو أنا بوضح لكم أنا دي عملتها مثلا في حوالي دقيقتين عشان أعمل المكعبات دي كلها والمجسمات دي وإن أنا أعمل الأساس بتاع الجسم. دي عملتها في 5 ثواني. تمام. فكأساس إن أنا أعمل دي أو دي، فدي طبعا أسهل وبتاخد وقت بسيط خالص، ثواني. تمام. دي بتكون أصعب شوية في الأساس إن أنا أعملها، لكن بتكون أسهل في إن أنا أحولها بقى لجسم. فاهمين؟ بس فهنا الطريقة بتكون عبارة عن إننا بنشوف يعني الراس مفيش فيها كده كده كلام، يعني هتشوف راس أنت مثلا قدامك صورة. تمام. بعد ما هشرح الجزء ده هجيب لكم صور، يعني صور، وهنبدأ إن إحنا نقلدها. تمام. فالراس مفيهاش أي مشكلة خالص. الخط ده يعني بتسيب مسافة للرقبة. تمام. والحاجات دي برضو بيكون ليها نسب هقولها هنا أهو. فبتسيب جزء للرقبة، وده الخط بتاع الكتاف، يعني هنا بيكون الكتف وهنا بيكون الكتف التاني. بتنزل هنا كده، ده العمود الفقري.
أو الجزء اللي هو الجسم بقى كده كله. تمام. وده الخط بتاع الوسط، ومنه بتطلع بالرجلين. دي كده لحد دي كده الركبة، وبتطلع منها باقي الرجل. دي كده هي الركبة، وبتطلع منها باقي الرجل. تمام. والإيد برضه ده الكوع والإيد، نفس الشيء هنا الكوع والإيد. فأنت بتقسم الجسم يعتبر للمفصلات بتاعة الجسم، أو اللي هو الأجزاء الرئيسية، يعني مثلا الراس، الكتف، الكوع. تمام. الركبة وهكذا، وبتبدأ يعني تطلع منهم بباقي الأجزاء بالأطراف بقى بتاعة الجسم اللي هو الإيد. تمام. الرجل، وهكذا. طيب، فهل ده بقى بنعمله عشوائي؟ لأ، بنقسم بقى يعني كل ده، بنعمل 8 سطور. تمام. هنجيب برضو ايه مسطرة عشان نحدد 8 سطور قد بعض. يعني ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6. المفروض يبقوا 7 أجزاء: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. تمام. هنعمل الراس كده، وهنسيب الحتة الصغيرة دي للرقبة، وده الخط بتاع الكتاف. تمام. كده ادي الجزء الأول. الجزء التاني، تمام، هيبقى اللي هو، يعني احنا كده الراس والرقبة خلاص، والخط كمان بتاع الكتاف. الجزء ده هنبدأ نديله، وطبعا على حسب الجسم اللي بترسمه، بس انا بتكلم في الشكل العام. يعني انت دلوقتي لو بترسم من دماغك، لان انا مش بعلمك تنقل، يعني مش بعلمك اللي هو يلا انا هجيب صور وانقل وخلاص. لا، انت اتعلم عشان لو عايز انت تبدع او تعمل انت رسمة من دماغك، تتخيل شكل في دماغك وتعمله. هو ده الفن. انا بعلمك تكون فنان مش رسام. وهعمل فيديو مخصوص بالفرق، يعني بجد اللي هو ما تتعاملش على اساس ان الاتنين واحد، اللي هو انت بتجيب صورة وتقلدها. فانا بعلمك الاصل جاي منين، الشكل العام للحاجة، عشان لو عايز ترسم من دماغك او تطبق الحاجة اللي اسمها ابداع فعلا. تمام. فالجزء ده بقى هنسيب له، او الخط ده هنسيب له جزئين، اللي هو التاني والتالت. تمام. وده كمان كده خلصنا. وهنعمل الخط التاني بتاع الوسط. والرجلين هتاخد الجزء ده كله، عشان الرجلين هي أطول حاجة أو أكبر حاجة في الجسم كله. تمام. فهنسيب يعني باقي كده 1، 2، 3، 4. هنسيب 2 منهم للرجل كده لحد الركبة، والاتنين التانيين للرجلين. والإيدين برضو نفس الشيء، يعني بتوصل للكوع لحد، يعني ده كده الكتف، الكوع بيوصل لحد هنا. يعني الرجلين عشان طويلة، فبنسيب لكل جزء منها سطرين من دول أو جزئين من دول. لكن الدراع هيكون أصغر طبعا، فبنسيب يعني خط أو جزء للكوع وجزء للإيد. نفس الشيء هنا، جزء أهو للكوع ونكمل للإيد. تمام. فشكلين الشكل متناسق، يعني حجم الإيد مناسب. ما انت فعلا لما بتكون واقف في إيدك بتكون مثلا لحد، يعني ده لو وسطك، فالإيد بتكون تحت الوسط بشوية. تمام. نفس الشيء برضو الرجلين بتكون طويلة طبيعي. فأنا بتكلم في كده، إن أنا بديلك الشكل العام بتاع الحاجة. فدي قلنا أول طريقة، وبتكون أصعب في إنك تعملها كأساس زي ده، لكن أسهل في إنك تحولها لجسم. يعني الجسم فعلي، اللي هو هترسم بقى الدراع والرجلين والتفاصيل. تمام. وهتكون أسهل لك كمان في التظليل. لكن الطريقة دي بتكون أسهل في التكوين بتاعها أو الأساس بتاعها، إن أنت هتعمل الشكل ده. لكن أصعب بقى في إنك تحولها لجسم. يعني مثلا هنعمل بقى كده الرقبة، وهتبدأ ترسم الدراع. طبعا دي هعمل لها محاضرة، يعني ممكن تكون في محاضرة تانية. فأنت فعلا عشان بقى تعمل كده، يعني عشان تعمل الجزء ده كده تحوله للجسم، فأنت محتاج تكون يعني، يعني يا بتقلد رسمة.
تمام، يا إما أنت بتعرف ترسم أو بقيت بتعرف ترسم شوية عشان تعرف مثلا تعمل التفاصيل دي. هي مش صعبة على فكرة، يعني أنا مبتكلمش في نقطة إن هي صعبة، بس يعني أنا بحاول أراعي حتة إن مش كلنا يعني مثلا، أو مش كل اللي بيشوف المحاضرات دي بيكون يعني بيعرف يرسم كويس أو كده، لأن هو لو بيعرف يرسم كويس مكانش هيدخل يشوف أكيد الكورس يعني. بس ده بيكون الطريقة اللي بنحول بيها الشكل لجسم، فالاتنين سهلين بس بالنسبة لي أنا. تمام، لكن بالنسبة للبداية هتكون دي طبعا أسهل. بس دي كان يعتبر أول جزء كده في المحاضرة. ممكن نعمل شعر محمد صلاح هنا. فالطريقة الأولى والطريقة التانية النسب بتاعة الطريقة التانية، تمام، زي ما قلنا بنقسمهم لتمن أجزاء. والراس والرقبة بياخدوا جزء، الكتف أو باقي الجسم كله من الكتف لحد الوسط بياخدوا جزئين. تمام، الرجل بتاخد 4، والدراع برضو بياخد جزئين، والجزء للكف يعني، أو الجزء التالت هترسم فيه كف الإيد. تمام، يعني ده كده جزء، ده جزء، وهنا الكف بتاع الإيد. طيب بالنسبة للطريقة دي ملهاش نسب، ليها برضو نسب. تمام، نفس اللي عملناه هنا، بس دي هتكون 6 أجزاء بس. 6 أجزاء يعني 7 سطور. طيب، فدول كده اهو 1 2 3 4 5 6، 6 أجزاء. تمام، الراس والرقبة برضو في أول جزء. تمام، ده اللي هو الجزء بتاع الرقبة اللي هو الجزء الفاضي ده. ده كده الجزء بتاع يعني الجسم كله. هنا بقى مش بنعمل خط كتف وخط الجسم، لأ، هو بيكون كله كتلة واحدة أو كله جزء واحد على بعض. بتاخد لحد الخط التالت هنا، يعني هتاخد جزئين كاملين. تمام، الرجل برضو بتاخد 3 أجزاء، أو ممكن نزود كمان سطر عادي يعني كده اهو، يكون ده السابع، ونخلي برضو للرجل جزئين زيها زي التانية عادي. بس هو كان يعني هنا الشكل هتحسه كبير أوي، أو هتكون الرجل أطول من الجسم بكتير، لأن احنا هنا أو في الجزء ده احنا كنا بنعمل خط للوسط. تمام، وده بيكون يعتبر جزء من الجسم يعني زي هنا، شايفين؟ لكن هنا انت لما هتيجي ترسم ده يعتبر انت ما يعتبرش الوسط، لان بص في هنا خط وتحت بتعمل رجل، فانت يعتبر الوسط بيكون هنا كده ما بينهم. تمام، مهم يعني ايا كان جزئين، او يعني تسيب للرجل 3 أجزاء او 4. ف يعني على حسب، يعني لو لقيت الرجل طويلة قوي خلي لها 3 أجزاء بس. تمام، يعني شايفين كده احنا اهو، احنا ما وصلناش للجزء الرابع، وهي شكلها كده مناسب مع الجسم. تمام، فده اللي بتكلم فيه، ان انا بسيب لها 3 أجزاء بس في الطريقة دي، فكنسل الجزء الرابع ده تاني. انتوا فهمتوا انا بتكلم في ايه؟ ان هنا ال ال الوسط جزء من الخط اللي انت سايبه للرجل، لكن هنا لأ، هنا انت سايب جزء اصلا للوسط، وسايب جزء للرجل، فعشان كده ما بتطولش الرجل بقى قوي. يعني شايف شكلها كده مناسب ازاي؟ تمام، والدراع برضو نفس الشيء، هنسيب هنا جزء.
والإيدين برضو الكف بيكون ليه جزء كده تحت الإيد. فدي الطريقة، ودي النسب بتاعتها، ودي برضه تاني طريقة، ودي النسب بتاعتها. شوف الأريح، يعني جرب انت دلوقتي تطبق دي وتطبق دي، شوف الأريح بالنسبة لك كأساس. تمام، سيبك دلوقتي، سيبك من الجزء انك تحول دي بقى الجسم، سيبك منها خالص دلوقتي، انا بس كنت بوضحها في الأول. لكن انت شوف الطريقتين وجربهم، وشوف ايه اللي هيناسبك اكتر، او ايه اللي انت حاسس انك هتعرف تطلع منه حاجة اكتر. طيب هبدأ دلوقتي أعرض كذا مثال. هنجيب صور جاهزة، أو صور يعني أي شخصية قدامك، أي وضعية، المهم تكون يعني شخص أو حد أخد وضعية معينة، وأنت هتحولها للطرق دي اللي هي الاستيكمان أو الطريقة التانية. فزي ما انتوا شايفين أنا بحاول أشوف يعني إيده رايحة إزاي. زي ما اتفقنا بنقسم الجسم لمفاصل، يعني مثلا من الكتف لحد الكوع، ومن الكوع لحد الإيد، وهكذا. وعلى حسب شكل الجسم هو بترسم العمود الفقري اللي هو الخط اللي تحت الرقبة لحد الوسط، ده كده يعتبر العمود الفقري بتاع يعني الحاجة اللي انت بترسمها أو الوضعية اللي انت بترسمها. نفس الشيء برضو في الصورة التانية، يعني نفس الخطوات حرفيا بتكررها في أي صورة أو في أي وضعية. أنت بس بتشوف الراس فين وبترسمها، بتشوف يعني بعدها بتعمل خط الكتف، بتشوف من الكتف للكوع رايح فين وبترسمه، ومن الكوع لحد الإيد رايح فين وبترسمه، وهكذا. نفس الشيء في يعني نفس الشيء في الرجل برضو. هنا بقى في تركاية هقول عليها كمان شوية. الموضوع مسلي على فكرة. يعني أنا أول ما اتعلمت الحاجات دي حرفيا عملت حوالي يعني أكتر من 50 أو 60 وضعية. ومش شرط تكون من صور، يعني مش ما جبتش صور ساعتها وقعدت أعمل الوضعيات بتاعتهم كده. لأ، أنا ساعتها قعدت أتخيل من دماغي مثلا أنا عايز أرسم مثلا حد ماسك طوبة وبيحدفها. تمام، عايز مثلا أرسم حد يعني مثلا بيجري، عايز ارسم واحد زي مرجع ايده لورا وهيدي بوكس يعني هيدي بوكس اللي قدامه. يعني افضل تخيل في دماغك اشكال او وضعيات، وابدأ نفذها. يعني شوف انت عايز تعمل ايه في دماغك، وضعية معينة، وابدأ نفذها بالطريقة دي، هتلاقي الموضوع بسيط جدا يعني. يعني الوضعيات دي كان ممكن من غير صور تعملها، بس انا يعني عشان بشرح حاليا فلازم ان انا اجيب لك صورة كتطبيق، يعني انك تشوف الصورة وتشوف ازاي تحولها من كده لكده يعني. فدي كانت اول طريقة. هنا بقى التركية اللي قلت هقول عليها كمان شوية. شايفين هنا هو عشان موطي رقبته، فهنا يعني الخط بتاع الكتف بيكون ورا الراس. تمام، هنا برضو نفس الشيء، هو كان دراعه ورا راسه، فبتبدأ إنك برضو ترجع كوعه لورا وإيده راجعة لورا راسه. فالحاجات دي يعني بتبدأ إنك تنفذها. هنا الراس وراها الدراع، تمام، أو الكتاف قصدي، الخط بتاع الكتف، عشان هو مطيرة بتقول قدام. يعني مش شرط أساسي إن الرقبة تكون تحت الراس، لأ، ما هو على حسب برضو الوضعية. وهنا برضو قلت العمود الفقري بتاع الوضعية انت بترسمه حسب شكله. يعني هو لو هو مثلا فارد ظهره لورا، يعني مرجع راسه ورا كده، هنا برضو مثلا كان زي كأنه موطي لقدام أو جسمه طالع لقدام. نفس الشيء برضو هنا انت بتشوف كل يعني الوضعية اللي انت بترسمها. يعني مثلا المثال رقم واحد ده أول وضعية على الشمال خالص، يعني هو كان واقف كأنه زي مايل كده، تمام، فبتبدأ على هذا الأساس. تاني طريقة برضو اللي هي بتاعت المكعبات أو المجسمات، هنعمل بيها مثالين بس عشان هي يعني بتاخد شوية وقت. وبجد أنا بفضل الطريقة دي جدا جدا، هي ممتعة زي ما قلت، بس
صعبة شوية. أنا هنا اخترت نفس الشكلين، يعني صورتين برضو من الأشكال اللي فاتت، عشان تشوف الوضعية مثلا ازاي تنفذها بالطريقة دي وازاي تنفذها بالطريقة دي. شايفين مثلا عشان أنا متمكن من الموضوع شوية، مبتاخدش في إيدي كتير، وفي نفس الوقت بتطلع مظبوطة. يعني شايفين هتطلع ازاي، وهتشوفوا الفرق أصلا بين شكل دي والتانية. يعني كشكل مبدئي كده للرسمة، أنا أصلا لما بعمل الجسم بالطريقة دي يعني ببقى عايز أكتفي كده، اللي هو أنا عملت مكعبات خلاص، أنا عايز أسيبه كده، مش عايز أكمل، هو كده شكله حلو أساسا. يعني احنا هنا تقريبا بنكرر نفس الخطوات مش اكتر يعني، بس الفكرة ان مش بنعملها بقى خطوط، لا بنعملها كمجسم صغير، مكعب بقى، مستطيل، وهكذا. وبتبدأ انك تشكلهم برضو، تشكلهم على حسب ايه الوضعية بتاعته. يعني هنا بص، انا عامل مثلا الجسم عامله بنفس الوضعية بتاعة العمود الفقري في الشكل رقم واحد. أنا هنا اخترت الشكل رقم واحد ورقم أربعة، فارجع للشكل رقم واحد، شوف أنا كنت راسم العمود الفقري ازاي، وهنا برضو بترسم الجسم حتى لو هو مجسم، بس برضو بترسمه على نفس شكل العمود الفقري. فالموضوع يعني لذيذ خالص. هنا برضو نفس الشيء في الشكل رقم أربعة، هو كان اللي هو بينط وبيستلم الكورة ده، هو كان مرجع ظهره لورا، فبرضو بترسم الجسم على هذا الأساس. يعني مش شرط يكون بقى مكعبات بس وتعمله إنسان آلي يعني، انت الموضوع بيكون مرن يعني، بترسمه على حسب الوضعية اللي انت عايز ترسمها، مش حاجة ثابتة في كل رسمة. الحاجة الوحيدة بس اللي ثابتة هي الخطوات والأساسيات، زي اللي هو مثلا انت بترسم الدراع على مرتين، من الكتف للكوع، من الكوع للإيد، والرجل هكذا. فدي بس الأساسيات اللي ثابتة في كل حاجة، لكن أي حاجة غير كده هي بتكون على حسب الوضعية اللي قدامك اللي عايز ترسمها أو اللي في دماغك. يعني احنا لو حولنا الطريقة دي بقى للاستكمان، فأدي مكان الراس والخط بتاع العمود الفقري والخطوط بتاعة الدراع، كل حاجة حرفيا زي ما هي يعني، مفيش حاجة خالص متغيرة، نفس الخطوات نفس الأساسيات، اللي بيتغير بس الطريقة والوضعية. نفس الشيء هنكرره هنا. العمود الفقري، شايفين العمود الفقري بنفس الشكل بتاع المجسم، أو المجسم بنفس الشكل بتاع العمود الفقري، هي حرفيا الطريقة بنفس كل حاجة. يعني الطريقتين دول هي الطريقة دي، بس الاختلاف هو حاجة واحدة بس، إنك حوالين الخطوط دي بترسم، يعني كأنك بتحول الخط لمجسم مش أكتر. يعني شايفين يعني الموضوع بسيط خالص. الخط بتاع الإيد هيبقى مجسم، الخط بتاع أو الشكل بتاع الجسم الرجل، وهكذا. انت كأنك بترسمه كستيكمان وتمشي حواليه بقى بالمجسمات. فأتمنى الموضوع يعني يكون لذيذ وتطبقه. ودي كانت المحاضرة الخامسة من الكورس الشامل من قناة كتالوج الفن. أشوفكم المحاضرة الجاية على خير، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكوا المحاضرات الجديدة.